إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم فكرتي. الفكرة ديال اليوم بما أنه فصل الصيف وكل شيء كيدور على شي حاجة باردة اللي برد بها الحرارة ديال هذا الجو هذا، اللهم أجرنا من النار. غادي نقترح عليكم جوج ديال الوصفات ديال العصائر كتكون لذيذة بزاف ومبردة للجسم، والمهم من هذا كله أنها غنية بالفيتامينات، يعني صحية خصوصا الأطفال ديالنا. كنتمنى انكم تتبعوا لا فيديو حتى الاخر باش نعطيكم جميع النصائح باش تجيكم هاد العصائر هذه كتجي بنينه بزاف بحال العصائر اللي كتباع جاهزه، وفرجه ممتعه للجميع. غادي نبداو على بركه الله. غادي نعطيكم المقادير وطريقه التحضير في نفس الوقت. غنحتاجو هنايا واحد البرتقاله كبيره، انا هنا كانت عندي في المجمد فقطعتها الى قطع بالقشور ديالها. الا كانت عندكم يعني طريه ممكن ديروها كيكون احسن. عندي هنا تفاحه غادي نستعمل نص ديالها غادي يطيب ونص ديالها غنحتفظ به. وعندي هنايا كميه ديال القرعه الحمراء، مفيده جدا وغنيه وكتجي في العصير غزاله، غير جربوها راها معروفه بزاف كيديروها في العصائر. غادي نحتاجو منها واحد 4 قطع كبار كيف ما كتشاهدوا. وغادي نقيوها، غادي نغسلو هاد المكونات كلها ونقطعوها الى طراف كبار عشوائيه، وغادي نديروها في واحد لاكاسرول ولا واحد مريميطه، وغادي نضيفو عليها نصف لتر ديال الماء. وغادي نضيفو عليها كذلك السكر حسب الذوق، ممكن ديروا كتير وممكن ديروا قليل. كنفضل انني نطيب السكر مع هاد الفواكه هذه ومع القرعه باش كتجي الحلاوه هذيك هي مناسبه. غادي نديروا السكر حسب الذوق، وغادي نردوها تغلي على البوطه دغيا كطيب. القرعه الحمراء معروفه انها دغيا كطيب، وكذلك التفاح والبرتقال عندنا الغرض به غير باش يطلق لنا النسمه في هذا العصير هذا كيجي لذيذ بزاف. جربوا هذه الوصفه وما غاديش تندموا عليها. صافي غير نشوفوا القرع ديالنا ولا القرعه الحمراء طابت كنحطوها كتبرد، كنوجدوا واحد الليمونه الحامضه كنقشروها مزيان، نحيدوا منها البذور ديالها، وكنديروا هنا نصف لتر اخر ديال الماء كيكون بارد مزيان، واحد الياغورت ديال الخوخ اولا المانغ اللي بغيتو نتوما، المذاق اللي كتبغيوه ديروه. وكنطحنوا كلشي مع نصف التفاحه اللي كنا احتفظنا بها ما سلقناهاش حتى هي كنضيفوها. المقطع اللي طحنت فيه العصير تمسح ليا. المهم انني طحنت كلشي وبقيت كنزيد الماء وكنحتفظوا بالختوريه ديال العصير على حسب الذوق ديالنا، ممكن يجي خاتر كيف ما كتشاهدوا. حصلت على هنايا على 2 لتر ديال العصير المنعش. ممكن الا كيعجبكم خفيف تزيدوا واحد الكميه اخرى ديال الماء، المهم نتوما وعلى حسب اللي كتبغيو. النتيجه كتكون رائعه ومرضيه وبنين بزاف، المذاق ديالو بحال العصير اللي كيتباع الا ما قلتش احسن. وكتشربوه بالصحة والراحة، ممكن تقدموه مع وجبة الغداء ولا العشاء، ولا تشربوه هكذا مع في العشية. مهم تشربوه في أي وقت بغيتو هكذا كترفقوه مع الأكل كيجي غزال بزاف، وكلشي كيحماق عليه الكبير قبل من الصغير. غادي نخليكم مع الصور وغادي ندوزو للوصفة الثانية اللي هي تهي بنينة بزاف ومفيدة وخصوصا لأصحاب فقر الدم. غادي ندوزو للوصفة الثانية إن شاء الله. غادي نحتاجو ان شاء الله في الوصفه الثانيه كيف ما كتشاهدوا امامكم على الشاشه. كنحتاجو جوج ديال البرتقالات بحجم كبير، وليمونه كذلك الحجم ديالها كيكون كبير، كتكون هاد الليمونه ما حامضاش بزاف. وكنحتاجو واحد الباربايه كيف ما كتشوفوا، اولا البيطراف اولا البنجر كيف ما كيقولوا، او البنجر عند الاخوان المشارقه. هادو هما المقادير اللي غادي نحتاجو. وكاين واحد المكون اخر اللي هو اختياري، الا كان متوفر عندكم ممكن انكم تضيفوه، اللي هو الفريز. كنكونوا داسينو في المجمد اولا ملي كيكون الوقت ديالو راه كيكون متوفر يعني. غادي نحتاجو واحد الكميه بسيطه منه كيجيب هاد العصائر زوين بزاف. غادي ندوزو لطريقه التحضير هاد الوصفه هذه على بركه الله. بعد ما كنغسلوا هاد البرتقال والحامض كنغسلوه مزيان وكنعقموهم، غادي ناخذوا القشره ديالتهم الفوقانيه فقط، غادي نحكوها في الحكاكه تكون رقيقه. ما ندخلوش نحاولوا ما ندخلوش لداك اللب الابيض كيكون مر. من الاحسن ناخذوا غير القشره الفوقانيه كتكون غنيه بفيتامين سي. غادي نستعملوها وكتخلي الطعم ديال العصير ديالنا كيكون فيه مذاق البرتقال والليمون، كيكون يعني كيكون هو اللي طاغي على المذاق كله. كما كنعرفوا ان الوربه المذاق ديالها مجهد،
غادي نحاولوا نهرسوا لهداك الجهد ديالها بهذا القشر هذا. كيجي العصير منعش بزاف بزاف. غادي ناخذوا نقشروا هاد البرتقال، نزولوا ليه القشره كامله، وداك اللب الابيض نحاولوا اننا ما نخليوش لاصق في البرتقال باش ما يعطيناش ديك المروره في العصير. صدقوني هذا العصير كيجي غزال بزاف، والاطفال ديالكم غادي يحماقوا عليه، وكيكون غني بالفيتامينات وفيتامين سي خصوصا والحديد، لان البربه كما كتعرفوا انها غنيه بالحديد. غادي نخلي لكم في نهايه الفيديو اهم العناصر والفيتامينات اللي موجوده في البربه، غادي نخليها لكم في نهايه الفيديو، ممكن انكم تشاهدوها الا بغيتوا. صافي ملي غادي نزولوا القشر كامل ديال البرتقال، غادي ناخذوا البربه ديالتنا حتى هي غادي نقيوها، غادي نزولوا هذا الراس هذه ديال البربه غادي نحتفظوا به. انا كنغرسهم، كنحط هاد الشابويه هذه ديال البربه في شي طبيسيل هكا فيه الماء، وكتنبت كتجي غزاله، ديروها كتزيين في المطبخ. صافي غادي نحكوا البربه ديالنا في الحكاكه الغليظه هكا ديال الانوكس هكذا، باش ما نحاولوش نضيعوا الطحانه الكهربائيه ديالتنا. الا كانت عندكم شي طحانه يعني نوعيه جيده، ممكن انكم تقطعوها غير طريفات وغادي نطحنوها. المهم حنا هاد المقادير ديالنا كلهم غادي يطحنوا. صافي غادي نطحنوهم وغادي نضيفوا عليهم الماء الكافي. البرتقال كيتقطع القطع، والبربه هي حكيتها. وفي الكاس ديال الخلاط غادي نديروا البرتقال والبربه والفريز بعد ما غسلناه وعقمناه مزيان حتى هو، غنقطعوه الى قطع ونضيفوا على باقي المقادير ونطحنوا مزيان. ممكن تفرقوا المقادير على جوج، طحنوا يعني نصف الكميه، ونصفيه بالصفايه وكنقدموه بالصحه والراحه. صدقوني كيجي هذا العصير لذيذ بزاف وغني بالفيتامينات، وكنحصلوا على 2 لتر ديال العصير المنعش. ودائما الحلاوه كتكون حسب الذوق، ممكن تضيفوا الكميه اللي بغيتو نتوما، يعني طحنوا وذوقوا على حسب الذوق ديالكم، ضيفوا الكميه اللي كتناسبكم. الى عجبكم الاقتراح ديال اليوم ديال العصائر، ممكن انني نقدم لكم مزيد من الوصفات، خليوها لي في الكومنتير الى عجبكم مثل هذه الوصفات، غادي نقدمها معكم ان شاء الله. والمزيد من التفاعل، خليوا لي لايك للفيديو هكذا باش يشوفوه بزاف ديال الناس، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس باش ان شاء الله يوصلكم كل جديد. فرجه ممتعه. غادي نخلي لكم في الاخر دابا ديال الفيديو الفوائد ديال البربه، اللي بغى يتعرف على الفوائد ديالها. وفرجه ممتعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. أبرز فوائد الشمندر: يحتوي الشمندر على نسب عالية من الحديد، ويعد الحديد عنصر أساسي في تغذية خلايا الدم الحمراء المسؤولة عن توفير الأكسجين والمواد المغذية لأجزاء مختلفة من الجسم، كما يساعد في التحكم بضغط الدم، ويعمل كمنقل الدم ومزيل للسموم الطبيعي. كما أن أوراق الشمندر غنية بفيتامين ألف، والذي يؤدي نقصه إلى حدوث فقر الدم. ويحتوي الشمندر على نسب عالية من فيتامين جي وفيتامين سي، الذي يساعد في امتصاص الجسم للحديد بسهولة. كما أنه مقوي لخلايا الكبد، منشط للدورة الدموية، يزيد لمستوى الهيموجلوبين في الدم، مساعد على تمديد واسترخاء الأوعية الدموية، مساعد على تنشيط الذاكرة، مخفض لمستوى السكر في الدم، مهدئ للأعصاب، مساعد على الهضم، واقي من الإصابة بالنوبات القلبية، مخفض لمستوى ضغط الدم.